بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في انتظار كده يعني حبايبنا كده يشرفونا وينورونا في هذا الوقت الطيب المبارك، ونتمنى حضوركم الجميل. يعني كالعادة انتوا عارفين يعني لا يعنيني الكم اللي بيتابعني، ولكن بيتم عمل مشاركة لهذه الكلمات ويتم مشاركتها على الصفحات وعلى الجروبات الوطنية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان كريم، بسم الله، وعلى بركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل التحية والتقدير إلى شرفاء مصر من الرجالات الوطنيين الشرفاء الأوفياء الداعمين لمصرنا الحبيبة قيادة وشعبا. كل التحية والتقدير إلى كل جموع الشعب المصري الأصيل المحترم بكل طوائفه ورجالاته ونسائه وشبابه وشيوخه. كل التحية والتقدير إلى كل مواطن مصري شريف غيور على وطنه وعلى قيادته وعلى تراب مصرنا الغالية. معكم ابنكم وأخوكم المواطن المصري رسلان الباز، وكيل المؤسسين لحزب صقور مصرية تحت التأسيس، ابن من أبناء جمهورية مصر العربية وكفاني فخرا وشرفا وتيها، وابن من أبناء محافظة الدقهلية عروس النيل. لو في حد معانا على البث يعني يتابعنا كده يحسسنا بالمشاركة إن في حد متابعنا كده إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بسم الله الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله. لو في حد معانا على البث كده يدينا مؤشر كده إن في حد متابعنا كده إن شاء الله في هذه الدقائق الجميلة من هذا الشهر المبارك، في هذه الأيام المباركة، في وقت السحر الجميل. أردت أن أتحدث مع حضراتكم في فضفضة نعبر من خلالها عما يدور بخلدنا تجاه بلدنا ووطننا الغالي مصر. فأي حد معنا بس على البث كده يدينا بس أي مؤشر يعني. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وعلى بركة سيدنا رسول الله.
بسم الله بسم الله بسم الله، وعلى بركة سيدنا رسول الله. بسم الله، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بسم الله العظيم الأعظم، بسم الله الكريم الأكرم، بسم الله الحنان المنان الذي لا يغفل ولا ينام. بسم الله قيوم السماوات والأرض. بسم الله. اللهم إنا نسألك وأنت أهل المسألة، نسألك يا ربنا يا كريم يا أكرم يا عظيم يا أعظم يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا من قلت وقولك الحق، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم صل على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وبلادنا ورئيسنا، واحفظ كل مؤسسات دولتنا العظيمة مصر يا رب العالمين. احفظ مصر وقيادتها وشعبها وأهلها ورجالاتها ونسائها وشبابها من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم انشر الأمن والأمان والرخاء والازدهار والاستقرار والسلامة والسلام على أرض الكنانة مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وأنت أهل المسألة ببركة اسمك الرحمن الرحيم أن ترحمنا وترحم والدينا ووالد والدينا، وترحم أمواتنا وترحم شهداءنا وعامة المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا عن النار برحمتك يا أرحم الراحمين. في هذه الدقائق من هذا الوقت الكريم، في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، شهر القرآن وشهر النفحات وشهر الخيرات وشهر الانتصارات، أردت أن أتحدث مع حضراتكم في هذه الدقائق عن بعض النقاط الأساسية. نبدأ مع حضراتكم بالنقطة الأولى، ألا وهي لكي يعلم شبابنا ونساءنا وكل رجالاتنا كيف نحافظ على وطننا من براثن أهل الشر ومن براثن الخونة والعملاء ومدعي الوطنية ومدفوعين الأجر. تعلمون جميعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حينما خرج من مكة مطرودا من قومه ومن أهله، وهي موطنه الذي ترعرع ونشأ وتربى فيه، محل الميلاد لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي مدينة مكة أو بكة. فعندما خرج مطرودا من أرض مكة، التفت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى مكة، وأقسم قائلا بأنه لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، وأشهد الله وملائكته وجميع خلقه بأنك يا مكة أحب بلاد الله إلى قلبي. وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على مدى غرس قيم الوطنية والمواطنة للمكان الذي يعيش فيه الإنسان. فأهل العلم علمونا بأن الإنسان يحتاج إلى وطن، والمرأة تحتاج إلى زوج، والعصفور يحتاج إلى عش، والصديق يحتاج إلى صديق. كل هذه الأشياء
متلازمة مع بعضها ومترابطة مع بعضها. ونحن على أرض مصر المحروسة الكنانة، وقلنا مرارا وتكرارا: من أنا ومن أكون ومن يكون على وجه هذه الأرض مما نعلمه ومما لا نعلمه حتى يتحدث عن مصر. لأن الذي تحدث عن مصر وأكرمها ورفع قدرها ومنزلتها إنما هو ربنا رب العزة الذي خلقها وخلق الكون بما فيه ومن فيه، حيث قال تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال ربنا رب العزة في قرآنه الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال أيضا في موضع آخر في القرآن الكريم على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: وقال الذي اشتراه من مصر أكرمي مثواه. فذكرت مصر في القرآن الكريم في أكثر من موضع تلميحا وتصريحا، فهي أرض مباركة، أرض طيبة، أرض طاهرة، منبت الرجال والنساء والشباب والشيوخ والعلماء وخير أجناد الأرض. هذه الأرض المباركة هي الأرض التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للفاروق عمر كرم الله وجهه وأرضاه ورضي الله عنه، قال له: يا عمر، إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض وهم في رباط إلى يوم الدين، واستوصوا بقبطها خيرا فإنهم أصحاب ذمة ورحمة. فوطننا الغالي مصر هو المكان المبارك الذي كلم الله موسى تكليما من على جبل الطور بأرض سيناء المباركة، وكلم الله موسى تكليما. أرض مصر أو وطننا الغالي مصر هو أرض يوسف الصديق عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. وطننا الغالي مصر هو أرض التي وطئها سيدنا عيسى ابن مريم وأمه مريم العذراء البتول أو القديسة مريم عليها وعلى ابنها أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى كل أنبياء الله والمرسلين. أرض مصر هي الأرض التي كانت منها أمنا هاجر أم العرب، التي هي أم العرب جميعا، زوج سيدنا إبراهيم والد سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. وأرض مصر أو الوطن الغالي مصر هو الوطن الذي دفن فيه خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الفتح العربي الإسلامي عام 21 هجرية، منهم سيدنا عمرو بن العاص فاتح مصر عليه رضوان الله، وسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وغيرهم من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطننا الغالي مصر هو وطن آل بيت رسول الله، أمنا الطاهرة السيدة زينب والسيدة نفيسة وكل أحفاد وأبناء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قالوا حينما استقبل المصريون أمنا السيدة زينب عند منطقة بلبيس محافظة الشرقية، قالت هذه الكلمات المؤرخة الجميلة المباركة، قالت: يا أهل مصر أو يا شعب مصر، أكرمتمونا أكرمكم الله، وآويتمونا آواكم الله، ونصرتمونا نصركم الله.
وهناك أسانيد كثيرة وكثيرة في فضل هذا الوطن المصري العظيم. وقلنا بأن هذا الوطن ترعاه عناية الله، ثم بركة الأنبياء والمرسلين، ثم رجالات مصر وجنودها الأشاوس من رجالات القوات المسلحة المصرية، ورجالات الشرطة المصرية الباسلة، ورجالات جهاز المخابرات العامة والحربية المصرية الشرفاء، ورجالات جهاز الأمن الوطني والأمن العام والأمن القومي وحرس الحدود، ورجالات القضاء المصري العظيم الشامخ، ورجالات الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ورجالات علماء الأزهر وعلماء وزارة الأوقاف الذين دائما يوجهون كلامهم الجميل والموضوعي من باب التوعية الفكرية والنصح والإرشاد لكل جموع الشعب المصري. فمصر فيها رجال صدق فيهم قول ربنا رب العزة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا الوطن الغالي مصر كما قلنا هو في رباط إلى يوم الدين. يعني عشان ما تتعبش نفسك، هذا الوطن ومن يعيش على أرضه في رباط إلى يوم الدين. فمصر منذ فجر التاريخ وهي مستهدفة، منذ فجر التاريخ، لأنها أرض مباركة، أرض الخيرات، أرض البركات، أرض الزروع والثمار. هذه الأرض هي خزائن الأرض كما أخبر ربنا رب العزة على لسان سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. فكما نقول في التعبير الدارج بين المصريين: يا ما دقت على الراس طبول. لو نظرت منذ فجر التاريخ، منذ حملات الهكسوس، الأشوريين، الفينيقيين، الحيثيين، السوريين، الليبيين، البطالمة، المغول، التتار، الفرس، الصليبيين، اليهود، لو قعدت أعدد ليك مدى ما واجهت مصر على مدى التاريخ منذ فجر التاريخ من حملات ومن عدوان لشاب شعرك قبل الأوان. هدي لك مثال بسيط في أيام إحنا كلنا عشناها، من أيام ثورة يوليو 1952. شوف من 1952 بعد قيام ثورة يوليو على يد الضباط الأحرار بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عليه رحمة الله، شوف الاحتلال الإنجليزي اللي كان مرابط في مصر على مدى 100 عام تقريبا، ومرابط على قناة السويس، وبفضل الله تم طردهم شر طردة من هذا الوطن الغالي مصر. وشوف عندك كمان الحملات الفرنسية وغيره 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 إلى آخره بقيادة نابليون بونابرت. ثم بعد ذلك بقى شوف حرب 48، حرب 56، 67، حروب الاستنزاف، حرب 10 من رمضان، 6 من أكتوبر. فهذا الوطن الغالي، يعني معلش في التعبير، لم يكتب عليه الاستقرار، يعيش في اختبار، يعيش في امتحان، يعيش في ابتلاء من الله ليميز الطيب من الخبيث. ما هو انت عمرك ما هتلاقي الطريق مفروش بالورد، لابد هتلاقي مطبط. ربنا كتب على أرض مصر بأنها أرض الرباط، أرض الجنود الأشاوس،
حماة الأرض والعرض، حماة الأمة العربية والإسلامية. دي حقيقة، لأن احنا قلنا وأنتم تعلمون ذلك: من الذي كسر شوكة التتار والمغول؟ إنها مصر. من الذي كسر شوكة الحملات الصليبية سبع حملات صليبية؟ إنها مصر. من الذي كسر العدوان الثلاثي سنة 1956؟ إنها مصر. من الذي قام بحروب الاستنزاف من 67 ل 73؟ إنها مصر. من الذي كسر شوكة اليهود والصهاينة في 10 من رمضان 6 من أكتوبر؟ إنها مصر. يبقى هذا الوطن مستهدف، وهذا الوطن شعبه في رباط إلى أن تقوم الساعة، في رباط. طيب، نيجي بقى للنقطة الأهم. منذ أن قامت انتكاسة يناير، أنا ما بقولش ثورة يناير، هي انتكاسة 25 يناير نتيجة الخراب العربي، أو زي ما بيقولوا ثورات الربيع العربي، وهاجت مصر بفعل أهل الشر، وخرجوا على الله يرحمه بقى الرئيس مبارك، وتنحى مبارك. وكان ذكاء من رجالات القوات المسلحة المصرية وقيادتها الرشيدة بأنهم فوتوا الفرصة على اليهود والأمريكان والصهاينة، واحتووا الأمور بحنكة وذكاء، عليه رحمة الله المشير محمد حسين طنطاوي ومن معه من رجالات القوات المسلحة والأجهزة السيادية في مصر. وفوتوا الفرصة على اليهود والأمريكان والصهاينة، وتم تفويض رجلا ما كان له أن ينبغي سلطة، ما كان له أن ينبغي سلطة، ولم يبحث في يوم من الأيام عن سلطة أو عن جاه أو رئاسة، ألا وهو فخامة السيد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه. قلت مرارا وتكرارا أنا ما حدش مقبضني ولا عطيني ولا فيه قرابة بينه وبين فخامة السيد الرئيس، ولا فيه نسب ولا فيه معرفة. أنا مواطن من ضمن المواطنين المصريين، مصر فيها حوالي 100 مليون أو 104 مليون، أنا مواطن من ضمن المواطنين. لما بروح أكشف في أي مستشفى حكومي بقطع تذكرة زي الناس، ولو هعمل أشاعة بقطع وصل زي الناس. محدش قال له والنبي خليك انت عشان انت تبع الدولة او بتساند الدولة او بتساند الرئيس. لا، بدفع زي كل الناس. يعني يمكن من فترة كده رحت عملت شوية فحوصات والوصولات معايا، عملت أشاعة على الصدر وشوية تحاليل والكلام ده كله. قال لي ادفع كذا، حاضر كذا حاضر، ودفعت زي كل الناس، مواطن مصر. ما جاناش قلنا بقى انت تبع بتدعم مصر وبتدعم الرئيس يبقى انت ما تدفعش. طيب، وعلى النقيض اما بروح واحد من اهل الشر يروح يكشف، هل حد بيقول له لا ما انتش كاشف؟ لا، بيكشف وبياخد حقه، وهم كسر، وبيتمتع بخيرات الوطن، وبيتمتع بكل مقدرات الوطن، ويأكل من خير هذا الوطن، وينعم على تراب هذا الوطن، ومع ذلك ناقمين عليه. فتولى فخامة السيد الرئيس الحكم بإرادة شعبية لم يطلبها. في فرق ما بين إن فخامة السيد الرئيس يطلب بالاسم من قبل ربنا رب العزة ثم الشعب لتفويضه ليأخذ بقارب مصر إلى شاطئ النجاة. وتولى فخامة السيد الرئيس حكم مصر بعد أن قامت مصر بثورة 30 يونيو المجيدة، التي علمت العالم كله أن شعب مصر شعب واع
وفاهم ومدرك، وأبطل مخططات كثيرة على الصهاينة واليهود والأمريكان ودول الغرب، لأن شعبنا شعب بيفهم، شعب ذكي. تولى فخامة السيد الرئيس الحكم، وكان يحمل على أكتافه ملفات لتنوء منها أولو العصبة، ملفات عديدة، ملفات تثقل الكواهل، بنية تحتية مهلهلة، عشوائيات منتشرة على مستوى الجمهورية، إرهاب ما زال مستمر إلى الآن، ضيع من رجالات القوات المسلحة والشرطة والمدنيين لا يقل عن حوالي 16,000 من رجالات وخيرة رجالات القوات المسلحة والشرطة المصرية والمدنيين. ملف الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب على اقتصاد العالم أجمع، ملف سد النهضة الأثيوبي، هذا ما نحن نعلمه اللي احنا عارفينه، لكن هناك ملفات في الكواليس مثل ملفات الفساد والمفسدين، مثل ملفات الخونة والخائنين الذين يتاجرون بمقدرات هذا الشعب. احنا عارفين ان في اخطاء، كل ابن ادم خطاء. يعني على عصر سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاة وازكى السلام، مرت مصر ب7 سنين عجاف و7 سنين رخاء، وهو ده رسول الله سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاة وازكى السلام. طيب قائدنا القائد عبد الفتاح السيسي بشر زي كل الناس، يخطئ ويصيب، ليس ملكا وليس رسولا وليس نبيا، الخطأ وارد، ولو أنا مكانه أو أنت مكانه أو أي حد مكانه وارد أنك تخطئ وتصيب، الأمور واردة. ولكن حينما يكون عندك رؤية لدعم الاقتصاد ودعم الزراعة ودعم التجارة ودعم التعليم ودعم كل مقدرات الوطن، الدولة ما قالتش ليك لا، على الرحب والسعة. لكن يؤسفني أن تجد بعض الناس تطلع على السوشيال ميديا عامل لك فيها خبير اقتصادي أو خبير في التربية والتعليم، والكل يتحدث كأن معلش في التعبير، طب ما هو لو احنا كلنا إذا كانت القصة قصة كلام على السوشيال ميديا ما الدنيا كلها بتتكلم، لكن احنا عايزين أفعال تترجم على أرض الواقع. يعني في أستاذ دكتور أحترمه بإحدى كليات الحقوق وبدون ذكر أسماء، دائما وأبدا يتحدث ويكأنه معه العصا السحرية، مع كامل احترامي له. أنا عايز أقول له طالما أنت عندك الملفات الاقتصادية وعندك الحلول، فلماذا لا تصنع بحثا وتذهب به إلى الجهات المعنية لتقديمه إلى مكتب فخامة السيد الرئيس، أو إلى الجهات المعنية، أو مكتب دولة معالي رئيس الوزراء، أو دولة معالي الوزير المحافظ، أو أي مسؤول. طالما أن عندك العصاية السحرية لإنعاش الاقتصاد المصري، واحد تاني يطلع لك يقول لك والتعليم والزراعة والصناعة يا عم طب وريني أفكارك، ووريني آرائك، ووريني علمك، وريني أبحاثك، عشان نطلع ناخدها أنا وأنت ونطلع نقدمها للسادة المسؤولين المعنيين بالأمر عشان نترجم هذا على أرض الواقع. لكن إحنا بنسمع على السوشيال ميديا كلام في كلام، معلش في التعبير، لكن مفيش تنفيذ على أرض الواقع. كل واحد عمل لي فيها فتك، وعمل لي فيها خبير اقتصادي وخبير في التعليم وخبير في كذا وخبير في كذا. أنا بقول لك أيها المواطن، دع السياسة لأهل السياسة،
ودع الدين لأهل الدين، ودع التعليم لأهل التعليم، ودع الاقتصاد لأهل الاقتصاد. كل واحد يتحدث في مجاله، كل واحد يتحدث في مجاله. فالنهاردة فخامة السيد الرئيس السيسي يحمل ملفات شديدة على كتفيه. هذه الملفات قلت لك لتنوء منها أولو العصبة، ما حدش يتحملها. وما زال الرجل يجتهد ويناضل ليلا ونهارا حتى يخرج بمصر إلى بر الأمان. أنا واحد من الناس بإني من الغلاء، ما أنا زيك وقلت الكلام ده مرارا وتكرارا، بإن وبتوجع من الغلاء. أنا أبويا بياكل بمعلقة ذهب أو كان بياكل بمعلقة ذهب أو بالشوكة والسكينة، كلنا على الله زي ما قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا. خدت بالك؟ يوم معانا ويوم ما معناش وبنقول الحمد لله وماشي بركة ربنا. لكن إحنا أحسن من أناس كثر. لما نيجي نقول لك بص على لبنان بتزعل، أما أجي أقول لك بص على الأرجنتين بتزعل، أما أجي أقول لك بص على سوريا، أما أجي أقول لك بص على ليبيا، أما أجي أقول لك بص على اليمن، أما أجي أقول لك بص على السودان، أما أجي أقول لك بص على أمريكا التي تترنح الآن، أما أجي أقول لك بص على سويسرا التي تترنح الآن. دول من دول أوروبا اهتز كيانها، وأمريكا. انظر الآن إلى الكيان الصهيوني يغلي من داخله، وأسأل الله العلي العظيم أن يزلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، وأن يجعل أرض فلسطين لهم لحود، وأن يبدل عز اليهود ذلا وغنى اليهود فقرا وقوة اليهود ضعفا بقدرتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. طيب، لما يجي فخامة السيد الرئيس السيسي وإحنا لسه عندنا الانتخابات الرئاسية العام المقبل عشنا بمشيئة الله، ويطلع عندنا بقى شوية مرتزقة يقول لك فلان هيترشح وفلان هيترشح وفلان هيترشح والكلام ده، كل اللي عايز يترشح يترشح. ولكن الشعب المصري سيفوض ربنا رب العزة، ثم سيفوض فخامة السيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة. كلنا عن بكرة أبينا، كلنا عن بكرة أبينا سنفوضه. سنشعل السوشيال ميديا بتفويض مكتوب ومباشر بتجديد الثقة والبيعة لفخامة السيد الرئيس السيسي. طيب، لما تيجي تشوف مثلا بعض المصريين من أهل الشر اللي هم لسنتهم طويلة يقول لك شوفوا الإبراج اللي موجودة في الإمارات، شوفوا ناطحات السحاب اللي معمولة في الإمارات، ولما نيجي عند العاصمة الإدارية الكل ودانه تاكله. يقول لك ده بني عاصمة إدارية، ده عامل كباري، ده عامل طرق، يعني انتوا قاعدين تشعروا في ناطحات السحاب اللي في الإمارات وفي الكويت وفي السعودية، حلال ان انتوا تشعروا في الآخرين، وحرام ان انتم تفتخروا بالعاصمة الإدارية التي سوف تنقل كل الوزارات والمؤسسات من داخل القاهرة الأم لتخفيف الضغط على القاهرة الأم. ما هو اللي مش فاهم، انت ما انتش فاهم. القاهرة فيها يوميا لا يقل عن 30 مليون، القاهرة الأم. هنفضل نشرح الكلام ده مرارا وتكرارا؟ يعني القاهرة فيها حوالي تقريبا 10 مليون أو 15 مليون اللي هم المقيمين الأساسيين، وبيخش لها أو بيدخل لها يوميا لا يقل عن 15 مليون أو 20 مليون ذهابا وإيابا من المحافظات، يبقى 30 مليون ما بتعرفش تمشي في القاهرة. فالنهاردة عندك عاصمة إدارية لتخفيف الضغط على القاهرة، بنى مدن جديدة، منصورة جديدة، المنيا الجديدة، بورسعيد الجديدة، سيناء الجديدة، ده كله
عشان يخف الضغط عن الوادي والدلتا ويعمل نقلة حضارية لإعمار الصحراء وإنشاء مجتمعات مدنية حديثة لمن يفهم ويعقل ويزن الأمور. خدت بال حضرتك؟ النهاردة أنت عندك زعيم بنقلك نقلة حضارية، بنقلك نقلة مدنية. أنا عندي يعني أخد وجبة واحدة في اليوم بس أسلح الجيش بتاعي. أنت قاعد بتتكلم وقاعد بتتكلم كلام مش مظبوط وتقول طب تسليح الجيش لازمته ايه؟ ما عشان انت ما انتش فاهم. طالما انت ما انتش فاهم ما تتكلمش. رجل اعد جيشا وجهزه بالعدة والعتاد على احدث الطرق العالمية، لانه يقرأ ويستشرف ما يدور في المستقبل. خدت بال حضرتك؟ انت لما يبقى عندك جيش قوي مسلح مدرب تستخدمه للحفاظ على أرضك وعرضك ويكون قوة لإقرار السلام، يعني يكون قوة لإقرار السلام. ولما ترجع لكلام المرحوم المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة عليه رحمة الله، اسمعوا كده وهو بيتكلم وقال لك طول عمر مصر أمنها مهدد. يعني الفيديو ده موجود للمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة عليه رحمة الله، قال هذا الكلام وهو ده رجل من رجالات الجيش المصري ومن المؤسسة العسكرية. فإحنا على مدى هذه الأيام ومدى التاريخ أمن مصر مهدد من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، فأعد جيشا قويا لردع كل من يفكر في المساس بتراب مصر وبمقدراتها. هذا هو الرئيس السيسي. الرئيس السيسي الرجل الذي حمل روحه على كفه. النهارده انا بقول لي اسمه ايه ده، اسمه ايه يعني، والله ما انا عايز اذكر اسمه لانه مش حاجه يعني، اسمه ايه طنطاوي ده بتاع كفر الشيخ، عايز اقول له انت كنت فين وفخامه السيد الرئيس يواجه اهل الشر وروحه على كفه؟ انت كنت فين وهو يقف لمرسي ورجالاته خيرت الشاطر وبديع وغيره 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 من أرباب الشر ويقول لهم كفاكم عبثا، وفي دقائق معدودة سينتشر الجيش المصري في شرق البلاد وغربها؟ أنت كنت فين؟ أين كنت؟ وجاي النهاردة أنت تقود مصر؟ أنت عايز تبقى رئيس مصر؟ والله لو ده حصل من هذا يعني لا قدر الله يعني الواحد يشوف له مكان غير البلد. انت مين انت عشان تبقى رئيس مصر؟ مين انت؟ عايز تنزل انتخابات؟ اتفضل، الملعب موجود. وسيثبت الشعب المصري، سيثبت الشعب المصري للعالم كله أن مصر كلها قلبا وقالبا خلف الزعيم السيسي حفظه الله ورعاه وسدد خطاه. يبقى دي النقاط أو النقطة الأولى التي أردت أن أتحدث فيها. النقطة الثانية التي أردت أن أتحدث فيها مع حضراتكم، لما نيجي نتكلم عن معالي وزير التعليم المصري، قابل أحد المسؤولين الإيطاليين وفوجئت بقرار بتدريس اللغة الإيطالية في المدارس. طيب، مع كامل احترامي لمعالي الوزير، يا معالي الوزير، لو احنا قابلنا كل يوم مبعوث من دولة أو سفير من دولة ودرسنا اللغة بتاعته عندنا، ما خلاص احنا نفضها بقى ونسيب اللغة العربية ونسيب القرآن ونسيب التربية الوطنية ونسيب المواد العلمية ونسيب الكلام ده كله بقى ونفضل ندرس بقى في اللغة الإيطالية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية والكلام؟ أما احنا عندنا مدارس جامعات ألسن ليه؟ يعني احنا عندنا كليات الألسن دي معمولة لإيه؟ عندنا كليات التربية قسم اللغة الإنجليزية،
واللغة الإيطالية واللغة الصينية وكل اللغات. كليات الآداب في الجامعات المصرية فيها أيضا أقسام اللغات. وأنا مش هخلي البلد كلها تتكلم لغة إيطالية يعني. كليات السياحة والفنادق وكليات الآثار بيطلع منها أقسام للغات. فتخفيف العبء على الطلبة دي بتبقى رغبة. اللي عنده ميول يتعلم لغة هيتعلمها. أنا عايز أدرس لغات بعد الثانوية العامة هخش كلية الألسن. أنا عايز أدرس لغات هخش كلية لغات وترجمة. أنا عايز أتكلم لغات هدخل لكلية الآثار أبقى مرشد سياحي. فدي رغبات بتبقى فردية وليست لكل الشعب. فيا معالي الوزير، يعني معلش في التعبير، حينما نأخذ قرار مع كامل احترامي لمعاليك، نأخذ قرار مدروس، نأخذ قرار يوضع في ميزانه الصحيح، لأن هذا القرار من وجهة نظري كمواطن مصري ووجهة نظر الآخرين على أرض مصر، هذا القرار ليس في محله الطبيعي. النقطة الثالثة والتي أردت أن أتحدث فيها أيضا في هذا اللقاء أو في هذا البث المباشر حتى أوصل الرسالة إلى كل من يسمعنا في هذا البث المباشر، قضية الرقابة. احنا عندنا معلش في التعبير غلاء فاحش، محدش يختلف. طن الحديد وصل 43,000 جنيه. ليه؟ مانيش عارف. مع العلم ان مفيش حركة بناء او حركة معمار داخل مصر، خفيفة جدا. الذهب مثلا الجرام كما قيل 2,500 اليوم. ناس بتتلاعب بالسوق. طيب خليني انا فاتح محل وببيع سلعة، ببيع حديد او ببيع ذهب او ببيع سلع غذائية او الكلام ده كله، طالما غاب الضمير، طالما غاب الضمير وغاب الوازع الديني عن المواطن، يبقى لابد من تفعيل القانون ووجود رقابة من حديد على الأسواق. رقابة من حديد. يعني علبة السجاير الكليوباترا اتكتب عليها 21 جنيه، اللي هي الكليوباترا اللي بيقولوا عليها الكليوباترا الجديدة، تتباع ب 24 و25 و26 في أماكن وأماكن. طيب لما نفاجأ نلاقي إن الكيلو الأرز، وأنا دولة من الدول المنتجة للأرز، أفاجأ إن الكيلو يصل 25 و30 جنيه. ونفاجأ نلاقي الأرز المصري في بعض الأماكن في السعودية، رز مصري في مول كارفور السعودي يتباع بحوالي 12 جنيه أو 15 جنيه. يبقى هنا سؤال بيطرح نفسه: من يتلاعب بالسوق المصري ولمصلحة من؟ فإحنا بنقول هذا الكلام من باب غيرتنا على البلد. فأنا بقول لمعالي وزير التموين دكتور علي مصلحي: يا دكتور علي، إحنا عارفين إن الحمل تقيل وعارفين إن الحمل صعب، ولكن أين رجالات وزارة التموين الذين معهم الضبطية القضائية؟ أنا معاك إن فيهم ناس مش مؤتمنين. أنا نفسي مفتش تموين يخش على المخبز مخالف، يشمع المخبز مباشرة ويتم محاكمته. مفتش التموين يدخل على المحل اللي بيبيع السلع الغذائية، اللي لقى سلع غذائية تباع بغير السلع أو التسعيرة الرسمية المتداولة والمتعارف عليها داخل الوطن، يتم محاكمته محاكمة فورية وعادلة. لكن الطبطبة مش هتجيب نتيجة. أنا إذا كنت قادر أجيب كيس خبز ب10 جنيه
عشان اتسحر، خدت بال حضرتك، اللي هو الرغيف بنص جنيه، في غيري مش قادر، في غيري مش قادر يجيب هذا الكيس الخبز. يعني إذا كانت الدولة النهاردة فيها حوالي 20 أو 16 مليون في الجهاز الإداري بيقبضوا رواتب، ما احنا عندنا حوالي 30 مليون أو 40 مليون لا يعملون في الجهاز الإداري، ما لهمش راتب ثابت، ولا لهم لا معاش لا تكافل وكرامة، ولا لهم تأمينات، ولا لهم معاشات ولا غيره. فهو عايش ببركة ربنا وبستر ربنا، ثم أهل الخير الذين يتعاونون في إنصاف الضعفاء. يبقى تفعيل الرقابة الفورية من وزارة التموين على كل السلع الغذائية. نقطة ثالثة بقى اللي هي نقطة الكراتين. قصة الكراتين اللي الدولة بتعملها، مشكورة الدولة، مشكورة القوات المسلحة، مشكور صندوق تحيا مصر، ولكن هذه الكراتين كما ورد إلي توضع في موضع غير مكانها. أنا حصل معايا الموقف أنا بنفسي، أنا معدي في يوم من الأيام كراتين تحيا مصر في إحدى المدن، ورفعت السماعة وبلغت بهذا الكلام. معلش في التعبير، كانت توزع السيارة العربيات للحبايب، أما المسكين اللي زي حالاتي أو زي حالات المواطن البسيط اللي عايز كرتونة ب50 جنيه فيها إزازة زيت، ولا فيها كيسين رز، ولا فيها غيره، ولا فيها غيره، لا ده احنا خلصنا خلاص. خدت بالك؟ فبكلمه قلت له يعني، قال لي مطرح ما تروح روح، اللي انت عايز تعمله اعمله. هو ما يعرفنيش، انا رايح لابس جلابيه بقى وعادي زي بقيه المواطنين وعادي، ما يعرفش لا انا فلان ولا علان. خدت بالك؟ وفعلا رفعت السماعه وعملت مكالمه بهذا الكلام. انا النهارده بقول بقى لدولتنا العظيمه المحروسه ولكل مسؤول فيها، احنا مش هنفضل ندي للناس كراتين. القوات المسلحه مش هتفضل تدي للناس كراتين، وصندوق تحيا مصر مش هيفضل يدي للناس كراتين. انا صاحب مهنه شغلني عشان اكل من عرق جبيني. لا تعطيني سمكه، ما تديليش شباره كده او سمكه كلها، ولكن علمني كيف اقوم باصطياد هذه السمكه، اديني حرفه. انا راجل نجار عايز اشتغل، انا راجل حداد اشتغل، انا راجل صاحب حرفة أويماجي أو إشراجي، أو بعمل تطريز أو النحت على الخزف، أو أنا عارف إن الدولة تولي اهتماما للحرف الصغيرة، محدش يختلف، وفخامة الرئيس وجه بذلك، ولكن أنا عايز أعممها بخطة على مستوى الجمهورية. صناعة السجاد اليدوي في البيوت كما كان في قرية سلمون القماش، التي في يوم من الأيام كانت منتجاتها في قلب اليابان وفي قلب دول أوروبا. خدت بالك؟ عايزين ننشر الصناعات الصغيرة داخل البيوت. اديني حرفة أشتغل بها، علمني أفتح مصنع توريكو، سجاد يدوي، الكليم، التطريز، الكروشيه، الفخار، المهن الغذائية إلى آخره. لابد أن نعمل، لأن كل صنايع النهاردة من الصنايعية الفراودة اللي هو الترزي والنجار والحداد والسباك وغيره وغيره، ترك مهنته وحرفته وراح اشترى توك توك وشغال عليه، حاجة سهلة، وترك المهنة، والمهنة بدأت تنقرض وتندثر. مع العلم، وقلت الكلام ده مرارا وتكرارا، كل الصناع المهرة في يوم من الأيام، أمهر الصناع المهرة على أرض مصر الكنانة، تم سرقتهم أيام الحقبة العثمانية في تركيا. يعني تركيا ديت في يوم من الأيام كان المهرة من الصناع الحرفيين المصريين هم اللي خلوها في يوم من الأيام لها شأن ولها وضع. أمهر الصناع، لأن مصر فيها أمهر الصناع وأمهر الحرفيين. يبقى أنا لازم أستفيد من هؤلاء الحرفيين في كل أنواع المهن،
انا كمحافظ النهارده موجود في محافظه من المحافظات، اقول له يا معالي الوزير المحافظ، لما انا بطلب قرض من الصندوق عشان اعمل مشروع، مش تديني الفلوس كده وسلام عليكم، دراسة جدوى وحدد المكان ونوع النشاط وتابعه متابعة مستمرة. انت هتشتغل في التريكو، تشتغل في التريكو واحنا هنتواصل معاك وناخد المنتج نسوقه. هو ده الشغل، هو ده الشغل. لكن انا اخد المبلغ واطلع اروح اصرفه او كذا او كذا او كذا، واللي يجي يتابع خد له قرشين وسلام عليكم وخلصت الحكايه. لا، ما ينفعش. كذلك اللي بنجيب له ولا مؤاخذه عجلتين او جاموستين او بقرتين او مجموعه من الخراف او النعاج او غيره لتربيتها عشان لتنميه الثروه الداجنه والثروه الحيوانيه. كان الكلام ده قبل كده كان كله نظام فبركة على ورق، تمثيليات. راح مجلس المدينة أنا عايز أجيب عجلة ولا اتنين، تمام، ادوله المبلغ وهو خد القرشين راح يضم بأي مصلحة وخلاص وهو بسدد. فكفانا احنا من غيرتنا على بلدنا. أنا النهاردة بتكلم من وجعي ومن ألمي ومن حسرتي كمواطن مصري، مواطن غيور على بلدي. أنا النهاردة لو قدامي شغل لشخصني، شخصني بقولها لك أهو، في المعمار، في البناء، في أي مكان هطلع وهشتغل. لو واحد قال لي أنا عندي يومية في الأرض هطلع معاه، لا يعبني ولا يقلل من شأني، بل هيرفع قدري عند ربنا وعند خلق الله. طالما هجيب 50 جنيه لبيتي ولعيالي وبشتغل بالحلال، إيه المانع؟ فأنا عايز حرفة، أصحاب الحرف، تنمية الحرفيين. احنا ما احناش أقل من دولة الصين اللي هي فيها 2 سكان العالم. مصر فيها 100 أو 104 أو 110 مليون. أنا عايز أشجع الورش الصغيرة في البيوت بمعلومية كل محافظ من محافظات الجمهورية، كل قرية. يبقى النهاردة بفتح المشروع وأقسمه، أنت متخصص في السجاد، ده متخصص في الفخار، ده متخصص في النجارة، ده متخصص في تطعيم الصدف، ده متخصص في كذا، ونبدأ نشتغل وننتج ونشجع الايه؟ التصدير. لكن احنا هنفضل النهارده السجاده اللي عندنا اللي بنصلي عليها صناعه صينيه، القلم صيني، الاستيكه صيني، ده صيني، ده صيني، العربيه صيني، ده صيني. طب انت النهارده عندك رئيس بيحاول يحولك الى دوله صناعيه، الى دوله زراعيه تنمويه، بيحاول ينشئ بنية تحتية، بيحاول يغير الفكر. بس الرئيس أنا شايف إنه بيشتغل براسه، بيشتغل براسه. لو معه رجالات بإخلاصه والله لما اشتكينا للحظة واحدة. أنا مش قاعد على الكرسي كمحافظ أو كرئيس مجلس مدينة عشان منتظر راتب آخر النهار وسلام عليكم. لا، لا، لازم أأدي دوري بما يرضي الله. ودوري مش في التنمية بس، دوري في التوعية، في التوعية. فلذلك قبل ما أنهي هذا اللقاء، احنا دورنا زي ما علمونا، بيقول لك يد تبني ويد تحمل السلاح. تبني في زراعة، في تجارة، في اقتصاد، في صناعة، في غيره، ويد تحمل السلاح للدفاع عن هذا الوطن ورد العدوان عن هذا الوطن في أي وقت. فإحنا عايزين النهاردة اقتصادنا يبقى قوي، اقتصادنا يبقى قوي. كل من عنده أفكار اقتصادية خارج الصندوق من أساتذة الاقتصاد اللي هم بيتكلموا وغيورين على البلد، أقول له اتفضل وأنا كتف بكتفك ونطلع نوصلها إلى الجهات المعنية. إذا كان عندك فكرة لإنعاش الاقتصاد المصري، عندك رؤية لإصلاح التعليم، إيدي في إيدك، جهز ملف بهذا الموضوع ونطلع للجهات المعنية نقدم ملفك تدعم بلدك. لكن انت ما تدعمش بلدك الا لما تكون قاعد على الكرسي. يعني انت عندك، يعني انا النهارده كمواطن مصري عندي فكرة لدعم الاقتصاد او لدعم التعليم او لدعم الزراعة او لدعم التجارة، ما اقدمهاش لبلدي
الا لو انا لازم اكون قاعد على الكرسي؟ يطلع لك هذا السفيه اللي اسمه احمد طنطاوي ده بتاع كفر الشيخ يقول لك انا مش راضي عن كذا. هو انت مين عشان ترضى ولا ما ترضاش يا حبيبي؟ انت مين انت؟ انت ايه تاريخك الوطني ولا تاريخك السياسي؟ ولا انت بتعيد نفس القصة بتاعت الاخ حمدين صباح؟ هو سيناريو تمثيلية يعني بالظبط. يعني انت مين؟ نحن لن نرضى بديلا عن فخامة السيد الرئيس السيسي قائدا مغوارا وفارسا هماما لهذا الوطن الذي جعل لهذا الوطن هيبة وجعل لهذا الوطن قيمة في الداخل والخارج. وإذا كنا نمر الآن بكبوة اقتصادية نتيجة لما يمر به العالم، وإذا كنا نتكلم من باب غيرتنا على الوطن إن إحنا عايزين يعني نكثف جهد الرقابة، والسادة الوزراء يشد حيلهم شوية، السادة المحافظين يشد حيلهم شوية، السادة رؤساء مجالس المدن يشد حيلهم شوية، وعلى الوجه الآخر نشتغل على معركة الوعي. يعني أنا النهاردة بوجه رسالة لتاني مرة لمعالي وزير الشباب: أين حملات التوعية في مراكز الشباب والساحات الشعبية؟ لماذا لا تنظم وزارة الشباب حملات توعية في النوادي وفي المراكز الرياضية، في مراكز الشباب، في النوادي، في الساحات الشعبية؟ يجي ناس متخصصين يتكلموا مع الشباب في كيفية غرس قيم الانتماء والولاء ومعركة الوعي والتنوير، تنوير الشباب. لأن في تقصير من وزارة الشباب، أيوة في تقصير، أنا بقول وعلى مسؤوليتي. مراكز الشباب النهاردة محتاجة ندوات تثقيفية تعمل على معركة الوعي لغرس قيم الانتماء والولاء وكيفية نبذ الفكر المنحرف والمتطرف وتوعية الشباب بالمخاطر التي يمر بها العالم وتمر بها مصر داخليا وخارجيا. يبقى فيها تقصير؟ فيه تقصير من وزارة الشباب. كذلك وزارة الأوقاف في تقصير؟ أيوة في تقصير. احنا عايزين النهاردة معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يبقى في دروس للتوعية من الأئمة في المساجد بعد صلاة العصر في قلب المساجد. ومش كل حاجة هنتكلم فيها في الدين. ما أنا لما اتكلم عن قيم الانتماء والولاء ما هو برضه من الدين. أما هعلم الشباب قيم الانتماء والولاء ما هو ده من الدين. أما علم الشباب كيفية نبذ الفكر المنحرف والمتطرف ما هو ده برضه تحت مظلة الدين. أما علم الشاب النهاردة ازاي يحافظ على بلده وعلى وطنه وعلى رئيسه وعلى جيشه وعلى مؤسسات بلده ما هو ده من الدين يا معالي الوزير. خدت بال حضرتك؟ ربط ما يدور في المجتمع ويتم معالجته تحت مظلة القرآن والسنة. وهذا الكلام أيضا للكنيسة المصرية. لابد من حملات توعوية لتوعية الشباب وتنويرهم بمعركة الوعي، ونوضح للشباب مخاطر الفكر المنحرف والمتطرف وازاي نزرع في نفوسهم الوطنية. ايضا في تقصير ايضا من الاعلام المصري. الاعلام المصري في سبات عميق. وانا يعني سامحوني محدش يزعل مني في الكلمة لو قلت لك ان احنا ما عندناش اعلام من اصله. مفيش اعلام. انا اخر مزود يعني قمت مكسر التلفزيون اتفرج عليه ليه؟ ما هو ما فيش فيه حاجه. يعني انا نفسي الاقي برنامج جايب كده يتكلم ويطرح ليا ما تمر به مصر او ما مرت به مصر في من اول انتكاسه يناير او من اول ثورات الربيع العربي واللي حصل، حتى فيلم تسجيلي يحكي هذا او يحكي الدور البطولي اللي قام به فخامه السيد الرئيس. ان لم يكن طبعا هناك مسلسل الاختيار وغيره من المسلسلات الوطنية المعروفة حلقة وبتخلص، لكن أنا عايز سيستم شغال مش في رمضان بس. اظهر لي الدور البطولي اللي قام به فخامة السيد الرئيس
واللي قامت به القوات المسلحة، واللي قامت به الشرطة المصرية، واللي قامت بها جهاز المخابرات العامة والحربية المصرية وجهاز الأمن الوطني والأمن العام والأمن القومي وحرس الحدود. اظهر هذا الدور، اظهر لي كمان شهداء مصر اللي ضحوا بالدماء والأرواح للزوج عن تراب هذا الوطن. لكن أنا أفاجأ النهاردة ما عدتش بسمع إلا في احتفال بيوم الشهيد عن الشهيد البطران الله يرحمه، عن الشهيد أبو شقرة، عن الفريق أحمد حمدي، عن الشهيد إبراهيم الرفاعي، عن كذا وخلصت. هو الشهيد ده أنت نايم في بيتك تاكل وتشرب ومزاجك 100%، لولا الله ثم هؤلاء الشهداء ما نمت أنت على فراشك قرير العين. ولذلك بنطالب أيضا بعمل جدارية في كل مركز وفي كل محافظة، يوضع عليها شهداء كل محافظة بجدارية بنبذة عن هذا الشهيد وما قدمه. جدارية على جدار المحافظة، أو على جدران المدارس، أو على جدران مبنى وزارة الثقافة، أي مكان عام، أو لوحة فسفورية تلفزيونية داخل كل مركز أو كل محافظة يتم عرض شهداء هذه المحافظة وما قدموه لهذا الوطن. لكن احنا ما احناش فاضيين، احنا ما احناش فاضيين، معلش في التعبير. انا كمسؤول هخسر ايه لما هاجي النهارده على مدرسة زي مدرسة علي مبارك مثلا باشا في مدينة ديكيرنس، أو مدرسة فريدة حسان في مدينة المنصورة، أو أي مدرسة أو معهد في أي محافظة النهاردة، وأقوم جاي عامل جدارية للشهداء في هذه المحافظة. هتخسرك إيه؟ عمرها ما هي مخسرك حاجة. حتى لما الطفل يعدي ويسأل باباه مين ده، أقول له ده الشهيد أبو شقرة اللي عمل كذا وكذا وكذا وكذا، وقدم للوطن كذا وكذا وكذا وكذا، وكان سببا في حماية مصر من مخاطر كذا وكذا وكذا. اشرح له. اما يجي يقول لي ده صورة مين، اقول له ده الشهيد ابراهيم الرفاعي اللي ما نيمش اليهود، اللي خلى اليهود في رعب، عليه رحمة الله، ابن مركز بالقاس محافظة الدقهلية الشهيد الجنرال ابراهيم الرفاعي، وغيره وغيرهم من هؤلاء الشهداء. انتوا فين؟ فين هؤلاء الشهداء؟ فين هؤلاء الشهداء من تكريمهم وإظهار الدور البطولي لهم؟ لكن احنا قاعدين كل يوم في التلفزيون يطلع لي الأخ حسن شاكوش، خدت بال حضرتك، يقول لك أنا الفرح بتاعي يكلف 3 مليون ونص أو 4 مليون ونص. يا سلام يا عم، ربنا يفرحك، احنا ما قلناش حاجة، ويفرح شعب مصر كله. بس انا يعني معلش في التعبير، انت طالع توجعني وتوجع الناس البسطاء. يا عم طب ما كنت عملت الفرح ملموم، يعني انت معلش في التعبير مش هتغلب لما كان هيجي لك 2 3 من زمايلك واصدقائك وهيعملوا لك الفرح، وكنت جيت على الباقي كده وكنت وجهته لدعم مصر، جبت به اطعمه او وزعتها على الفقراء واليتامى والمساكين، اديتهم للدوله والدوله توجههم لاماكنهم المشروعه مثلا. كذلك عندنا فيه تقصير في الإعلام، أيوة قلنا مش موجود. طيب في كمان تقصير من أماكن كثيرة من السادة المحافظين والسادة نواب مجلس الشعب أو النواب. آه آه النائب، مع كامل احترامي لكل السادة النواب، منذ الانتخابات، في بداية الانتخابات، ومنذ أن صعدوا إلى سلم مجلس النواب، والحمد لله بعد مرور 3 سنوات أو 4 سنوات، ولن نراهم إلا إن شاء الله في الانتخابات القادمة. كان نفسي ألاقي نائب عنده فكر زي حالاتي كده، العبد الفقير المتواضع إلى الله، واجي كل شهر واعمل مؤتمر في دايرتي بمعلومية الدولة، واتكلم مع الناس. ما مش عارف اتكلم مع الناس، اجيب خبراء يتكلموا مع الناس، استراتيجيين يفهموا الشعب ما تمر به مصر داخليا وخارجيا،
ما تمر به البلاد في الداخل والخارج، حتى يفهموا ويعوا ان مصر في خطر من الداخل والخارج بسبب افعال اهل الشر وسمومهم، لكن مش موجودين. اظن كل الشعب عارف الكلام ده. الساده المحافظين، بقول له يا معالي الوزير المحافظ، لماذا لا تصنع لقاء جماهيريا في المراكز، في المحافظة المتواجد فيها، بمؤتمر مؤمن، وأتحدث مع الناس في وجود الخبراء في الاقتصاد، في السياسة، في الدين، في التعليم، في كذا في كذا، في الأمن العام، في الأمن القومي، واتكلم مع الناس ووضح لهم وفهمهم ان انتوا عليكم دور في الحفاظ على امن وامان هذا الوطن واستقراره. لكن احنا النهارده كله النهارده نام في بيات شتوي. انا شايف كده. انا بسامحني يعني، خلاص ما عادش قدام الا حاجه بسيطه والواحد يزقل بالطوب. كله نايم. مفيش الا انا، يعني انا والناس اللي زيي قاعدين يهاتوا على السوشيال ميديا دعما للبلد، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي او على تويتر او على الحاجات التانية ديت. قاعدين نهاتي في معركة الواعي، ونشتغل على معركة الواعي انا والاعضاء اللي معانا في حزب صقور مصرية تحت التأسيس. بنهاتي ليل مع نهار على معركة الواعي. مانيش حاسس ان حد بيتكلم غيرنا وغير الشرفاء معدودين على الاصابع. سامحوني، معدودين على الاصابع اللي قاعدين يهاتم داعمين للدوله المصريه، وداعمين لفخامه السيد الرئيس السيسي، وداعمين لكل مؤسسات الدوله. الناس بتهاتي، وانا عن نفسي بهاتي ليل مع نهار في الشارع بتكلم، في القطارات بتكلم، في الميكروباصات بتكلم، في المحلات بتكلم، ووجه الناس ووعي الناس وفهم الناس. ولكن انا شايف حالة بيات شتوي، بيات من كل الا من رحم ربي، من كل مسؤول، من كل من بيده زمام الامور. سابوا الناس في الشارع تكلم نفسها. ما هو انت فهمني، ما هو انا لما اكون مش عارف والاقي حد هيفهمني هرتاح. فلذلك من هنا ومن هذه المنصة، وطبعا أنا لست خبيرا استراتيجيا، ولست خبيرا اقتصاديا، ولست من أرباب أولي الأمر. أنا مواطن مصري بحاول أجمع شمل الوطنيين الشرفاء على مستوى الجمهورية في كيان وطني اسمه حزب صقور مصرية تحت التأسيس، لعله يكون اللبنة الأساسية، اللبنة الأساسية لانتشال هذا الوطن من براثن المنفعجية أصحاب المصالح الشخصية والمنافع الدنيوية، وليكون هذا الكيان بمثابة الجيش الرشيد والظهير الشعبي بجوار مصرنا الحبيبة وقائدها البطل قائد عبد الفتاح السيسي حفظه الله، وكل مؤسسات الدولة المصرية. يعز عليا إن النهاردة أنت عامل لك صفحة على السوشيال ميديا ومالكش دور، عامل لك صفحة على الانستجرام ومالكش دور، عامل لك صفحة على الفيسبوك ومالكش دور، على اليوتيوب ومالكش دور. امال انت عايز تاكل وتشرب وتاكل من خير البلد ومالكش دور في دعم وطنك، في دعم بلدك، في دعم رئيسك. يا باشا العالم كله يتربص بمصر، العالم كله يتربص بمصر، الدنيا كلها تتربص بهذا الوطن، واحنا نايمين ناكل ونشرب ولا في دماغنا، ولا في دماغنا ندور على بطولنا وبس. مفيش اكتر من كده. لكن انت فكرت ان هناك اعداء يتربصون بنا في الداخل والخارج، في الداخل والخارج. اللي انت قاعد بتشتم في بلدك او بتشتم في وطنك داخل مصر، طب انت عايش على ارضها ليه؟ بتاكل من خيرها ليه؟ بتشتغل في الجهاز الاداري بتاعها ليه؟ بتاخد راتب منها ليه؟ ما تفارقنا يا اخي، سيب البلد وشوف لك حته تانية طالما مصر مش عاجباك. لكن قاعدين ياخدوا راتب من الدوله
بياكلوا في خير البلد، تعالجوا في مستشفيات البلد، ومع ذلك لسانهم زي السم، لسانهم زي السم، ينخرون في عظام الدولة المصرية. يبقى احنا النهاردة في هذا اللقاء وفي هذا البث، إن لم نصحو ونفيق من غفوتنا ومن سباتنا، واجتهدنا واشتغلنا ووقفنا بجوار قيادتنا السياسية لنرد له الجميل، لنرد له الجميل. أنا قلت لك ما حدش عاطيني حاجة، ولا عاطيني حاجة زيادة، ولا عاطيني جنيه في جيبي. الحمد لله معروف مين رسلان الباب